السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اقتراح ديال اليوم ان شاء الله غنحضر معكم بسبوسه بالشكلاط، بصوص اللي كتجي لذيذه، كتجي رائعه، كتجي معلكه. مهم ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم يا ربي. قبل ما ندوز الفيديو ما تنسونيش دائما من لايكاتكم للتشجيع وبالاشتراك في القناة وبالبارطاج فضلا منكم وليس امرا. بسم الله على بركة الله. في المقادير غادي نحتاج 2 حبات ديال البيض، يكونوا حجم كبير ويكونوا بحرارة الغرفة. غادي نحتاج كأس عنبة، يعني العبارات كلهم غيكونوا بكاس العنبة، كأس زيت نباتية، كأس سكر، كأس حليب، 2 كؤوس ديال سميده رقيقة. هنا عندي كأس الا ربع، ما غنديروش كله ديال الدقيق. جوج ساشي ديال خميرة الحلوى، 2 ساشي ديال الكاكاو، ساشي ديال الفانيلا، وواحد الياغورت بنكهة ديال الشكلاط. في واحد الاناء دائما قبيصه ديال الملحه ضروري. كندير الحبات ديال البيض ودرت الفاني وزدت السكر وغنخلط شويه. ما نخلطوش مزيان، ماشي بحال الكيكه كنخلطوها مزيان، يعني غير شويه كينسجم لينا البيض مع السكر وكنحبسو. كنضيف الزيت، كنخلط كذلك شي شويه. صافي غير كيدخل الزيت كنتوقف. وهنا غادي نضيف هذاك الياغورت ديال الشكلاط وغادي نخلط. هاد البسبوسه صراحه كتجي رائعه، كتجي لذيذه بزاف. صافي هنا ضفت الكاس ديال الحليب وكنخلط، ما كنخلطوش بزاف غير شويه. صافي وهنا كنضيف السميده، بالنسبه للسميده رقيقه الخاصه بالحرشه، وضروري ما نغربلوها. وغادي نضيف 2 ديال الساشيات ديال بودره الكاكاو، اولا تعوضوهم عفوا بجوج ملاعق كبيره ديال بودره الكاكاو. وضروري ما نغربلوه لحقاش كيكونوا فيها كاكويرات، ضروري ما نغربلوهم. وكنخلط كذلك شويه. واخر مرحله هي الدقيق. بالنسبه للدقيق فانا دايره كاس الا ربع، ولكن غنخلي ربع ديالو لحقاش عوضتهم بالكاكاو، يعني ما غنديروش كله. صافي وضفت هنا 2 أكياس ديال خميره الحلوى. ودائما كنغربلو المكونات. صافي كنخلط شي شويه، كيشفتوا القوام ديالها كيفاش كيكون، ما كتكونش ثقيله، تكون بهذا القوام هذا. صافي هنا كندوز ناخذ مول ولا طاوه اللي عندكم. بالنسبه هنايا انا خديت سميده رقيقه، ما بغيتش نرشها ديريكت. ما بغيتهاش تبقى بيضه هكا في البسبوسه. زدت عليها شويه ديال الكاكاو وخلطتها صافي، وكتولي هكا اللون ديالها شويه بني. دهنت المول بالزبده، آه، المول حجم كبير. صافي ورشيته بهذيك السميده مع الكاكاو وكنخوي الخليط. بالنسبه لي انا دخلتها الفران بالفرفاره بارد. صافي وكنشعل عليها حتى كطيب من التحت، كنشعل عليها شويه من الفوق تنشف وكنخرجها. هنا بعد ما خرجتها صافي كانت طابت، خليتها حتى بردات. وهنا عاد غادي نحضر الصوص. بالنسبه للصوص درت كاس ديال الحليب، نص كاس ديال القهوه معصره اولا تعوضوها بالقهوه سريعه الذوبان، كيس ديال بودره الكاكاو، معلقه متوسطه اولا نصف ملعقه كبيره ديال بودره النشا، وجوج ملاعق كبيره ديال السكر. صافي وكنخلط مزيان وكنديرهم حتى كيغليو وكنحيدهم، غير يغليو كنحيدهم. هنا اضيفوا شكلاط الكحل، انا ما توفرش ليا، كانوا عندي غير 4 ديال القطعات. صافي عوضتهم بشكلاط بيض، يعني ماشي مشكل ما كيبانش. 8 ديال القطع ديال الشوكولاته، انا استعملت كالا كونوا شوكولاته سوداء. صافي كنخلط حتى كيذوبوا. بالنسبه للبسبوسه كيف قلت لكم راها بارده والصوص راهي سخونه، كنتقبوها شويه باش كتدخل لينا ديك الصوص لداخل.
صافي. نخوي عليها الصوص. صافي، وهنا نخليها حتى تشرب مزيان، حتى كتشرب وكتبرد، وعاد غادي نزينها. خليتها غير بسطح العمل حتى تشربات. صافي، هنا من بعد ما تشربات غادي نقطعها انا القطع هكا مربعات. وزينوا باللي بغيتو. انا غادي نزينها بالكاكاو الكاوكاو عفوا الكاوكاو محمر ومهرمش. تقدروا تزينوا بشوكولاته مبشوره اولا لوز اولا اللي عندكم زينوا به. صافي، درت هكا غير شويه في الوسط في كل وحيده. وكنقدموها هكا بالصحه والراحه. مهم بسبوسه كتجي رائعه، كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم للتشجيع. والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.